والله العظيم يا جدعان كارثه بكل المقاييس، لما بسبب ماتش كوره وبسبب حاجه ما تستاهلش وبسبب حاجه المفروض ان هي ترفيهيه اصلا في الاساس، واحد يموت، واحد يجيله سكته قلبيه. ما تخليش تشجيعك لفريقك يوصلك لمرحله انك يجيلك سكته قلبيه ولا يجيلك مرض بسببه. العمليه مش مستاهله. اللعيبه اللي انت متعصب عشانها دي، ولا انت فارق معاها ولا هي شايفاك ولا هي حساك، وهتعيش حياتها عادي خالص وبتاخد عشرات الملايين معاها فلوس، لو قعدت تاكل وتشرب فيها مش هتخلص، وبرضك بتبص المليون ولا اتنين ولا تلاته زياده. وانت ياللي معكش والدنيا مخبطه معاك بتتعصب وبتعمل وبيجيلك امراض بسببهم، وهم مش فارق معاهم حاجه. ربنا يرحمه وربنا يصبر اهله يا رب. بلاش نوصل للمرحله دي. الكوره ماده ترفيهيه المفروض ما توصلناش المرحله دي اول حاجه. تاني حاجه، موضوع ان احنا بنشتم على الفاضي وعلى المليان في اللعيبه ونخوض في الاعراض، دي كبيره قوي عند ربنا. ما تخليش اللاعب اللي انت شايفه ان هو وحش ان هو ياخد حسنات على قفاك، وانت تقعد تشيل في سيئات. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كل حاجه بتتكتب، مفيش حاجه ما بتتكتبش. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اشد الناس خساره يوم القيامه الذين ياتون معهم من الحسنات، معاهم من حسنات امثال جبال تهامه بيضاء. امثال جبال، حاجه كبيره جدا، حسنات كتيره جدا. بس بيحصل له ايه؟ فياتي وقد شتم هذا وسب هذا واكل مال هذا، فياخذ هذا من حسناته وياخذ هذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناتهم خلصت يدوم بقى من السيئات، يطرح عليه من سيئاتهم. يبدا خلاص بقى معاك حق، انت شتمتني هات شويه حسنات، معاكش طب خلاص خد من السيئات بتاعتي. فما تخليش الكوره توصلك للمرحله دي، العمليه مش مستاهله. ربنا يرحمه ويصبر اهله. سلام.